حصلت معاك قبل كده انك كنت مذاكر المادة كويس جدا واول ما دخلت اللجنة وقعدت حسيت ان مخك فاضي؟ انا مش فاكر الاجابة، دماغي فيها حاجات تانية. عمر هريدي بيتخانق جوه دماغي. ده انا ابن بيه لو سمحت اتكلم بأدب يا ولد يا راجل، صلي على النبي يجي ناس. او يكون في نقاش وحد يسألك سؤال او تتكلموا في موضوع انت عارف اجابته بس تلاقي نفسك بتقول مش فاكر، نسيت. ليه وازاي ده بيحصل؟ الموضوع مش لان ذاكرتك ضعيفة، مخك لما بيتعرض لضغط بيحصل حاجة اسمها تعطيل مؤقت للذاكرة، وده بيحصل بسبب هرمون اسمه الكورتيزول. في العادي الهرمون ده مفيد ليك، بس لو زاد بيتقلب عليه. لما بتتوتر جسمك بيفرز هرمون الكورتيزول، وده حلو في الطبيعي لانه بيزود ضربات قلبك، بيزود انتباهك، بيخليك جاهز لاي خطر حواليك. لكن لو الكورتيزول زاد بيبدا يدوخ مناطق مهمة جدا في المخ زي الحصين، وده الجزء المسؤول عن تخزين الذكريات، استدعاء المعلومات، التركيز، هو اللي بدور عليه. فلما الهرمون بيعلى بيدوخ المنطقة دي، فتبدا تنسى المعلومات اللي انت اصلا عارفها. زي الكمبيوتر شغال كويس جدا بس بيهنج لما الضغط بيزيد عليه. في سنة 2017 في جامعة عملت تجربة على مجموعتين من الطلاب. المجموعة الأولى هادية والمجموعة الثانية عرضوهم لضغط عصبي أو نفسي بسيط قبل الامتحان. النتيجة المجموعة اللي اتعرضت لضغط نفسي بسيط نسيت بنسبة أكتر من 30%، رغم إن كان مستواهم حلو قبل ده. المخ كان شغال لكن ذاكرتهم كانت مزنوقة تحت الضغط. طب ليه بننسى دلوقتي ونرجع نفتكر بعدين؟ لأن بعد ما الموقف بيعدي الكورتيزول بينزل والهيبوكامبس بيرجع يشتغل بشكل طبيعي، فترجع تفتكر كل حاجة وتقول ازاي دي كانت عن بالي، أنا كنت عارفها. وده اللي العلماء يسموه ديليد ريكول أو تأخر الاستذكار. أنا عندي المعلومة بس مش مجمعها دلوقتي، يعني نعمل ايه؟ العلماء بيقولوا قبل اي موقف صعب خد نفس عميق لمدة 10 ثواني، وبجد ومش مجازا ده بيقلل الكورتيزول من نسبة 20 ل 30%، وبيهدي الجهاز العصبي ويخلي الذاكرة تشتغل بشكل طبيعي. ويا رب تبقى فاكر الكلام ده لما تتحط في موقف صعب.